السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم. بحب رحب فيكم وبرحب بكل مشترك جديد نور قناتي. بتمنى دائما تكونوا بخير يا رب، وبسم الله بنبدأ فيديو اليوم. وصفتنا لليوم هي من الحلويات الباردة بدون فرن بدون بيض بدون كريمة، بمكونات جدا اقتصادي ومتوفرة بكل بيت. وصفتنا هي كيكة الكريم كراميل الباردة أو حلا طبقات بالكريم كراميل. وصفة تستحق التجربة، وهلأ خلونا ننتقل لطريقة التحضير. بداية لتجهيز وصفتنا بحتاج لقالب كيك. بدي ادهنه بمعلقة صغيرة من الزيت لحتى ما يلزق معاي الحلا ويطلع بكل سهولة. فيكن كمان تستخدموا الأكواب الفردية أو أي جات بايركس متوفر عندكن. تحضير أول طبقة بطنجرة على البارد. بدي أحتاج لمغلف من الكريم الكراميل، رح استخدم بس البودرة. بدي أضيف عليها معلقتين كبار من السكر وكوبين من الحليب السائل. رح أقلبن على البارد لحتى أتأكد إنه انضابوا معي. بعد هيك رح أرفع الخليط على النار. رفعت الخليط على النار، بدي استمر بالتقليب لحتى اوصل لمرحلة ما قبل الغليان. وقت اوصل لهاي المرحلة بدي احتاج لعلبة من القشطة. رح اضيفها على الخليط واقلبها لحتى اتأكد انه القشطة اختفت معي تماما. رح استنى الخليط لحتى يغلي معي غلوتين. بعد هيك رح ارفعه مباشرة على النار. رفعت الخليط عن النار ومباشرة بدي اسكبه بالقالب يلي دهنته بالزيت. رح استمر بإضافة أول طبقة لحتى أنهي كل الكمية. بعد هيك بدي أتركها بحرارة المكان لحتى تبرد، وبدخل على التلاجة لحتى تتماسك معاي تماما، مشان إذا ضفنا الطبقة التانية تكون جامدة معانا. تحضير الطبق التاني بيحتاج لمغلف من كريم الكراميل، معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة من النسكافيه، وكوبين من الحليب. بدي أقلبهم مع بعض على البارد لحتى أتأكد إنهم اختلطوا تماما. بعد هيك رح أرفعهم على النار. رفعت الخليط على النار وبستمر بالتقليب لحتى يغلي معي الخليط لمدة غلوتين. بعد هيك بطفي عليه مباشرة. هلأ بدي أرفع الخليط عن النار ومباشرة بدي طالع القالب من البراد وضيفه كطبقة تاني فوق الطبقة الأولى. بس رح أضيفها شوي شوي بالتدريج لحتى ما نثقب الطبقة الأولى. بعد ما أنهي إضافة كل الطبقة التانية بتركها بحرارة الغرفة لحتى تبرد. بعد هيك بدخلها على البراد لحتى تجمد تماما. تحضير آخر طبقة رح أضيف نفس المكونات، معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار بودرة الكاكاو، مغلف من كريم الكراميل، وكوبين من الحليب السائل. بدي أقلبهم مع بعض كتير منيح على البارد لحتى أتأكد إنه حبيبات الكاكاو دابت معاي تماما. بهاي المرحلة لازم نضيف الكاكاو الخام المر. راح أرفع الخليط على النار واستمر بالتقليب لحتى أوصل لمرحلة الغليان. بعد هيك راح أطفي عليه وأرفعه من فوق النار. طلعت القالبة من التلاجة، وبهاي المرحلة ضروري تتأكدوا إنه الطبقات عم تكون جامدة قبل ما تضيفوا الطبقة اللي بعدها. هلأ رح أضيف آخر طبقة معاي وبستمر بالإضافة لحتى أنهي كل الكمية. بعد هيك رح أترك القالب بحرارة المكان لحتى يبرد، وبدخلها على التلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات لحتى تتماسك معانا وتكون باردة. لأن هاي النوع من الحلويات لازم تكون باردة كتير، بتطلع أطيب. وهيك بتكون جهزت معانا وصفتنا لليوم، كيكة الكريم كراميل الباردة أو حلا الطبقات بالكريم كراميل. وصفة جدا شهية ومنعشة ومكوناتها جدا بسيطة وما بتاخد معاكم وقت بالتحضير وبس. وفضلا لا تنسوا اللايك والتعليق لأن كتير بيرفع من فيديوهاتي، والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتفعيل جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد بنزله. ما بيمنع من مشاركة للفيديو مع أصحابكم، وصحتين وهنا يا رب. وشكرا على حسن المتابعة.